اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده جاي اتكلم عن موضوع السكرين شوت. ازاي تقدر تاخد سكرين شوت باربع طرق فقط. اربع طرق هتاخد بيهم سكرين شوت بكل سهوله. تابع معايا الخطوات، الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. اعمل بس لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس، ويلا بينا نبدا على طول من غير اي رغي كتير. اربع خطوات مهمين جدا عشان تاخد سكرين شوت، يلا بينا. اول خطوه معانا او اول طريقه معانا في اخذ السكرين شوت من اي موبايل سامسونج هو الطريقه التقليديه العاديه، ان انت عندك هنا زرار الباور مع خفض الصوت الاتنين مع بعض. ركز معايا. اول طريقه معانا ان انت هتدوس على زرار الباور مع زرار خفض الصوت، ودي طريقه تقليديه جدا بتاعتنا اللي هي زي ما انت شايف كده. انت كده خلاص خدت سكرين شوت زي ما انت شايف كده والدنيا لطيفه. طيب احنا عايزين بقى نشوف حاجه اسهل او حاجه يعني تكون عمليه اكتر. شايفين النص دايره الصغيره دي دي ايه بقى؟ دي انا لو دوست عليها كده بيقول لي خد صوره شاشه او خد سكرين شوت. طيب انا جايبها منين وحاططها ازاي على الجنب بالمنظر ده؟ نيجي نجيبها منين؟ هتدخل حضرتك على السيتنج بتاع الموبايل، هتدور على حاجه اسمها امكانيات الوصول. امكانيات الوصول هتلاقيها تحت هنا كده، ماشي. في حاجه هنا بقى يا باشا اسمها، وفي حاجه اسمها هنا تفاعل ومهارات. هتدخل على تفاعل ومهارات. بص، الخطوات دي انت هتعملها المره واحده بس وللابد، تمام؟ ما تستصعبش الموضوع. بعد كده هتدخل على قائمه المساعده، هتفعلها الاول، لازم تكون متفعله، وهتدخل على قائمه المساعده. هتدخل على تحديد عناصر قائمه اسيست اللي انت شايفها كده. هتلاقي بقى المنظر اللي حضرتك قدامك ده. كل ده شورت كات انت ممكن تحطه في الدايره، النص دايره اللي في النص اللي انا وضحتها لك. بس احنا هنشيل كل حاجه. لو انت دوست على السالب هتنزل تحت، ولو دوست على الموجب دي هتطلع فوق. فاي حاجه انت هتدوس عليها الموجب هتطلع فوق. فانا محتفظ بحاجتين اتنين: صوره الشاشه اللي هي سكرين شوت او لقطه شاشه، وشاشه المتوقفه عند التشغيل. يعني انا نقفل الشاشه او اقفل الموبايل نفسه اكني بدوس على زرار الباور. فببساطه انا هروح عامل كده. واهم حاجه زي ما وضحت لكم ان انا اكون مفعل الخاصيه دي. وبالتالي لما تعمل كده هتلاقي النص دايره اللي انا وضحتها لك دي موجوده دايما عندك في الجنب هنا. ممكن تحركها بقى هنا شمال، تحركها يمين، تحركها زي ما انت عاوز. النص دايره الصغيره دي اللي موجوده في الجنب، ويظهر لك الحاجتين دول. فانت لو دوست على سكرين شوت خدت معاك سكرين شوت بشكل لطيف. طيب في طريقه تانية واحلى واسهل، ودي موجوده في سامسونج 22 وانت طالع بقى 22 32 52 51، الحاجات اللي هي المتطوره اللي هي متوسطه وانت طالع، مش موجوده في كل الموبايلات بتاع سامسونج. طيب دي بقى عباره عن ايه؟ ان حضرتك براحه ايدك بكف ايدك هتعمل كده. شوف ايدك كده على الشاشه تاخد سكرين شوت. طيب انا عملتها ازاي؟ افعلها ازاي من الاوبشن؟ لان هي احيانا ما بتكونش متفعله. هتدخل على السيتنج، وهتدخل هنا على حاجه اسمها الميزات المتقدمه. الميزات المتقدمه بعد كده هتدخل على الايماءات، الحركات والايماءات. هتدخل على الحركات والايماءات زي ما انت شايف كده. اخر اختيار تحت خالص بيقول لك ايه؟ السحب براحه اليد لالتقاط الصوره، وتفعلها. لو مش متفعله مش هتشتغل معاك، تمام؟ طيب دي الطريقه الثالثه. طب الطريقه بقى الرابعه والالطف والاسهل، ان انت طبعا الكلام اللي انا هقوله ده لموبايلات سامسونج 52 53 52 اس، الحاجات العاليه شويه. النوتات طبعا، الاسات بكل يعني بكل انواعها، والنوتات بكل انواعها. هاي بيكس باي، تيك سكرين شوت من بعيد بقى وانت سايب ايدك يا باشا. انت هتاخد سكرين شوت وانت سايب ايدك. نقول تاني كده: هاي بيكس باي، تيك سكرين شوت. طبعا البيكس باي ده هو المساعد الصوتي لسامسونج. انت ممكن تعمل بيه اي حاجه بقى في الدنيا، من ضمنهم ان انت تاخد سكرين شوت وانت سايب ايدك. فدي اربع طرق لازم تكون عارفهم عشان تكون بتاخد سكرين شوت بالطريقه الاسهل واللي تناسبك. ودي الافضل حاجه الحقيقه. اربع طرق الافضل فيهم اختارهم زي ما انت عايز.
اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله هجاوبك على اي سؤال هتكتبه لي تحت في الكومنتات، هجاوبك في اقرب وقت، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي ليكم.